المانجا أصلها مش مصري. نعم، ده إيه الكلام ده؟ المانجا ما دخلتش مصر قبل القرن ال19، والمانجا أول ما اتزرعت شمال شرق الهند. طب أمال جت مصر إزاي بقى؟ الزعيم أحمد عرابي لما اتنفى لجزيرة سيلان قعد فيها 21 سنة، وهناك داق طعم فاكهة غريب ولذيذ بالنسبة له وأول مرة يشوفها. راح بعت لصاحبه أحمد باشا المنشاوي، وده واحد من كبار أعيان محافظة الغربية اللي معروف عنه الأعمال الخيرية. ثروة أحمد باشا المنشاوي في الوقت ده كانت تقدر بحوالي 2 مليون جنيه، وكان في نيته إن يشتري أرض زراعية كبيرة جدا. واول ما عرف الزعيم احمد عرابي بالمعلومه دي فراح باعت له بذور المانجو من سيلان، واتزرعت المانجا في ارض المنشاوي. ولما رجع احمد عرابي من المنفى سنه 1903 جاب لصاحبه احمد المنشاوي شجره مانجو هديه. الشجره دي لسه موجوده لغايه دلوقتي في محافظه الغربيه وبتطلع احلى مانجا. ولما المانجا بقت مشهورة أعيان البلد في العهد الملكي بدأوا يجيبوا سلالات من بذور المانجو وبيسموها باسم كبير العيلة بتاعتهم. يعني مثلا آلة تيمور سموا بذور المانجا اللي هتتزرع جديد باسم تيمور. ده غير الخواجة الفرنسي ألفونس اللي برضو جاب سلالة من المانجو وزرعها وسماها ألفونس. ده غير